السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ حفيظ، أهلا وسهلا بك. نعرف روحي إسماعيل أحمد عزوني، معروف بالشيخ موسى عزوني. إمام، اشتغلت إماما أستاذا في الولايات المتحدة ولازلت هناك وهنا ولمدة 26 سنة وأكثر. منتج برنامج إذاعي في إذاعة القرآن والتلفزة الوطنية، القرآن والحياة وحصة مع القرآن في البلاد وغيرها من القنوات. السؤال الذي أسأله للأستاذ حفيظ دراجي، تكلمت على حجم الشعبية التي وصلت إليها قنواتكم، وعلى قدر المغنم يكون المغرم. لماذا؟ لأن هذه الشعبية هي التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وبالتالي أنا أريد أن أسأل سؤالا في إطار مفهوم بناء الإنسان، لأننا نتكامل أستاذ حفيظ. شعبيتك وشعبية السياسي والداعية كلنا يجب أن نصب في نهر واحد وهو بناء الإنسان. أنا عشت في أمريكا، الآن الحضارة الغربية الأستاذ حفيظ استطاعت أن تبني الجانب المادي على حساب ماذا؟ على حساب الإنسان، وهو محور الكون. الأستاذ مالك بن نبي يقول الحضارة ثلاث: تراب وزمن وإنسان. الإنسان الذي استطاعوا أن يضعوه في القمر هو نفسه الذي تحرجت قطر أن تستقبله مؤخرا، لأنه أراد أن يحطم الإنسان. نحن بالمناسبة عندما نرفض الشذوذ والمثلية لا نرفضها من منطلق ديني فقط. في أمريكا الآن، آخر الأخبار الشهر الماضي كنت في أمريكا، الآن عندما تقدم استمارة الأستاذ حفيظ في أمريكا يقول لك: Are you married or single? You said I am married. يقول لك ما جنس الزوج. المسألة أخذت أبعاد خطيرة جدا. السؤال باختصار، الأستاذ حفيظ دراجي، الكلمة تصل إلى ملايين الناس عندما تتكلمها أنت وإخوانك فيه، وأنت تعلم أنه إحنا رانا نعانوا من ضياع الشباب. الشباب الآن رانا نعانوا يا أستاذ حفيظ. أنا يسمعني 10,000 20,000 مهما وصلت، لكن أستاذ حفيظ في المنبر الذي يتحدث فيه، وأنا صراحة ليس لما راك في وجهك، يعني أنت وليد أحرار، وليد الجزائر، وطالما رأيتك تتكلم كلاما ماتعا قويا تدافع عن دينك، تدافع عن وطنك، تدافع عن المبادئ. إلى أي مدى يشعر الأستاذ حفيظ أولا ثم من معه من الصحفيين بخطورة الكلمة التي تمزق أواصر الشعوب؟ ولعلك تفهم بعض ما أقصده حين ثارت بعض الشبهات بأن الصحفي الفلاني ضد حفيظ، وحفيظ يدافع عن كذا والآخر يدافع عن بلده، وصرنا نحن في المساجد مطالبون بأن نقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده العرب في جزيرتهم ولكن لم ييأس من التحريش فيما بينهم. وأنا تكلمت في مباراة الجزائر وأستاذ يعقوب يعرف ذلك، وتعرضت لهجمة حين قلت: كيف نضرب المغربي ضيفنا هنا؟ كيف نضربه؟ رغم أن التهنئة جاءتني من مدرب الفريق الوطني الجزائري. أولادنا 17 سنة في آخر مباراة ضربوا هنا، الجزائريين مع المغاربة. لماذا نلج بأبنائنا في أتون يعني حروب وتفاهات، حتى إذا ذهب ولدنا إلى بلد مثل المغرب أو غيرها يتعرض أيضا إلى الشتائم؟ ما دور أستاذ حفيظ في ضبط الكلمة والنصح والبعد تماما عن الصراع السياسي؟ لأننا أخي حفيظ سيموت كل واحد